السلام عليكم، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء وسلمى. هنعمل مع بعض النهاردة مجموعة من المحاشي زي الكوسة والبتنجان والفلفل وورق العنب والكرنب، ولكن بشكل صحي ومفيد. حضرت معايا حلة حطيت فيها شوية من الزيت ومعلقة من السمنة. هبدأ أسيح السمنة كده تقدح حاجة بسيطة، أضيف لهم البصل بتاعي اللي أنا مقطعاه مكعبات وسط. عايزة البصل يدبل بس كده عشان الصلصة بتاعتي يبقى طعمها مسكر وما تحرقش الصدر بالشكل دوت. هبدأ أضيف لهم الدهن دوت دهن البقرة. طبعا الدهن ده مفيد جدا، القليل منه مفيد ولكن الكثير مضر. القليل منه مفيد، فيه فيتامين اي وبيحمي الجسم من الاورام السرطانيه خاصه سرطان الثدي. بدات اضيف الطماطم والبنجر والثوم. طبعا البنجر ده غني بحمض الفوليك المهم لانتاج خلايا الدم الحمراء وغني بالحديد. انا سلقت الكرنب بقى ولكن في تركه للتقطيع فقلت اصورها لكم. طبعا انا جبت الكرنب المتساوي حطيته على بعض بالشكل ده متني تانيتين كده. هبدأ ارصه على بعض كده، تلاقوا الورق كله زي بعض نفس المقاس. وهبدأ بقى اقطع العروق بتاعة الكرنب كده بالشكل دوت، واقسم بقى الكرنبايه كده اجزاء متساوية واقطعها بالشكل دوت كده. وابدأ بقى اسوي الاطراف اللي هي مش متساوية كده عشان الكرنب بتاعي يطلع كله مقاس واحد. هحط القطع كلها على بعضها واقطعها بقى بالشكل ده، بتبقى سهلة وجميلة قوي. وكل الكرنب بيبقى سوا واحد، جميل بصراحة، ما بياخدش وقت. كده اصبح الكرنب بتاعي جاهز بالشكل الجميل الرائع ده. هنرجع للصلصة بقى. الصلصة طبعا انا سبكتها على نار هادية خالص براحتها، شايفين حمرا ازاي. هبدأ اضيف لها بقى البابريكا والفلفل الاسمر والكمون والكزبرة والنعناع والملح بتاعي والبابريكا. البابريكا طبعا مع البنجر بتخلي الصلصة حمرا جدا، مش محتاجة اي مواد حافظة ولا صلصة خارجية بقى بالشكل ده. وهبدأ اضيف لهم الرز المصري المغسول بتاعنا. انا طبعا مش ما بقولش مقادير ولا كميات، لان على حسب مقادير الرز والصلصة والحاجات دي كلها على حسب الكمية المحشي اللي انت تعمليه. انا كنت عاملة كمية كبيرة فالرز بتاعي كتير والصلصة كتير. وببدأ اشوح الرز بقى على النار كده تشويحتين 3 بالشكل دوت. وانا طبعا ضفت بقيه التوم اللي كان معايا على الرز بتاعي. هبدا اضيف لهم بقى الخضار اخر حاجه عشان الخضار بتاعي ما يتبلش بالشكل ده كده. وهبدا بقى احشي اول حاجه الكوسه. طبعا انا بحشي نص الكوسه بس عشان الرز يبقى مفلفل فيها، وتقوير الكوسه يبقى الكوسه تخينه وليها قلب شويه كده عشان تبقى مفيده. طبعا الكوسه ديت في غنيه بفيتامين سي بتحافظ على القلب ومستويات السكر بالدم بالشكل دوت كده. نص الكوسه بس. طبعا خلطة الرز ديت مسكرة جدا وجميلة، طعمها رائع. الدهون اللي انا بحطها بصراحة بتخلي طعمها جميلة قوي. وطبعا البصلاية اللي انا مدبلاها بس مش حرقاها بتخلي طعمها جميل. هبدأ بقى احشي الفلفل كمان. الفلفل الاخضر ده مضاد للالتهابات، بحشي نص الفلفل كده برضو. ما بزقش الرز قوي عشان ما يعجنش، بسيب الرز مفلفل كده جوه الفلفل. انا حاشيه فلفل شطه وفلفل رومي. طبعا البتنجان انا بعد ما غسلته قليته نص قليه كده. هو بيغلبني بقى في الحشو لما بيتقلي بصراحه، بس بيبقى طعمه زي الزبده. البتنجان الملون ده طبعا رائع ومفيد، بيحتوي على فيتامين ج وبي 6 وفي بوتاسيوم وفي الياف غذائيه كمان معززه لصحه القلب. هبدأ بقى احشي ورق العنب بالشكل دوت. ورق العنب ده طبعا كله بيحتوي على فيتامين أ وسي وهاء وبي 6 وبي 3 وبي 9، وفي حمض الفوليك والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والالياف. رائع. بحط الرز في النص واقفل عليه من الجناب وابدأ احشيه بالشكل ده. الكرنب بقى برضو نفس حشو الورق العنب ولكن مش بقفل عليه من الجناب. طبعا الكرنب دوت الناس اللي عايزه تنقص وزنها، بيقلل الالتهابات، بيحارب الجذور الحاره وكمان مفيد للكبد. جميل بالشكل ده كده. انا بحط شويه الرز واقفل كده، ازق بصوابعي بحاول ان انا اضغط شويه بحيث ان الكرنبايه تكون ماسكه نفسها. ده انا حشيت طبعا الحشو بتاعي كله بالشكل دوت كله في الصينيه. وهبدا بقى ارص المحشي بتاعي واحده واحده عشان اشوف الكميه قد ايه وهحطهم في حله قد ايه. بصراحه انا جربت ان انا اسوي المحشي كله في حله واحده بس الاطعام كلها بتختلط ببعضها فما بيبقاش طعمه قد كده. ولكن لما بنسوي كل محشي في حله لوحده بيبقى الجميل بصراحه، وكل حاجه ليها طعم مميز لوحدها. هبدا ارص بقى الكرنب بالشكل دوت في الحله بتاعته. انا مش برص رص كامل، يعني برص عشوائي كده عشان الكرنب ما يعجنش مني، وبرده ورق العنب ما يعجنش مني. هبدا ارص بقى الفلفل والبتنجان في حله برده لوحدهم. الفلفل والبتنجان مع بعض بيبقى طعمهم حلو بصراحه.
والفلفل بيحرق البتنجان كده بيبقى طعمه جميل. دلوقتي اصبح المحشي بتاعي جاهز اهوت. هبدأ بقى اسويه. الكرنب انا حطيت له الشوربه بتاعتي الجميله اللي انا معلمها لكم قبل كده اللي بالنخاع، بتخلي طعم المحشي رائع بصراحه. هزود له الشوربه لحد الصف الاولاني. الصف الاولاني ما يجيش عليه الشوربه عشان ما يعجنش وما يفكش مني. والكوسه، الكوسه زودت الشوربه ما زودتهاش، كده كده بتستوي بتبقى جميله، والشوربه بتاعتها اللي بتبقى تحت دي طعمها رائع. وبرده ورق العنب انا بزوده لحد الصف الاولاني، ما اجيبش الشوربه على الصف الاولاني كده وتغطيه. ايوه كده بالشكل دوت. حطيت بقى كان معايا ورقه كده قفلت بيها الكرنب عشان تستوي. الفلفل والبتنجان ببدا احط كده على الوش، يعني نص الحله مثلا بيبقى فيها شرب كده بالشكل ده. طبعا البتنجان بتاعي مستوي مش محتاج اصلا شوربه ولا محتاج نار كتير، هو مقلي ما بياخدش اي حاجه. بدات اسوي بقى وهديت عليه النار لما الشوربه نشفت، وسبته يستوي على نار هاديه. دلوقتي بقى المحشي بتاعي استوى اهوت، وهبدا ارص الصينيه بتاعتي بقى بالشكل الجميل الرائع دوت. طلعت الكوسه، هبدا احطها كده في الصينيه كلها، ارصها كده في الجناب. الكوسه بتبقى لونها اخضر وشكلها حلو بصراحه، وهحدد بيها الصينيه بالشكل ده كده جميله. طبعا المحشي سخن جدا، فانا بطلعه بمعلقتين كده عشان مفيش بالراحه عشان الكوسه ما تتكسرش مني. وشايفين التسويه بتاعته جميله، ما فيش حاجه اتكسرت ولا اتهرت ولا رز طالع من الكوسايه، مصفوفه صف. وهبدا بقى اجيب الفلفل دلوقتي وارصه كده جنب الكوسه بالشكل دوت. كل حاجه طالعه جميله ما شاء الله، ما فيش حاجه مهريه ولا متكسره. والبتنجان بتاعي اهوت رغم انه مقلي وكده بس ما طقش مني الحمد لله، لان انا كل حاجه حشيها نص حشيها نص كده. والشوربه بتاعتها مش كتير، فما الحاجه ما عجنتش ولا طقت مني الحمد لله بفضل الله بالشكل دوت. طبعا الريحه خطيره خطيره. المحشي اي حد بياكل محشي عندي بيعشقه، محشي مفيد وطعمه جميل ورائع. حطيت البتنجان، هبدا بقى اجيب الكرنب بتاعي. الكرنب مش هشيله بالمعلقه واحده واحده طبعا، هياخد وقت كتير مني وهيغلبني. فانا هبدا ايوه انزله بالحله كده بالشكل دوت. كده كده نازل متفرفط برضو جميل. وورق العنب نزلته برضو بالشكل دوت في الحله. اصبح شكل الصينيه كده بالشكل الجميل الرائع ده طبعا، والطعم خرافه. والفلفل والرز مفلفل، والكوسه مفلفله ازاي، جواها الرز مفلفل ازاي، جميل بالشكل الرائع الجميل ده. الصينيه بتاعتي اصبحت جاهزه بالشكل ده الله، وعليها اللحمه حطيتها على الوش وزوقتها كده بالشكل ده. لو عجبكم المحشي بتاعنا النهارده ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفه جديده من وصفات مطبخ اسماء وسلمى.